ويصلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض. حدثنا علي بن عبد الله بن عبد بن لو فيتنا يقول كثير قال سنبوا كلاوة الجربية رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فروا من قبل فأكرموا في دول المدينة فأمروا من يأتوا إلى سكة فيشربوا من أبوالها وألبانها فقالوا فسيوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستابوا لمن فمات بآثار فوقهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم ثم لم يحسبهم حتى ماتوا. إن شفى ينقلوا مريتا. باب لم يحسب النبي صلى الله عليه وسلم محارب من أهل الردة حتى خلقوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا رنيين ويهزمهم حتى ولم يهزمهم. نلي إن شفى ينقلوا مريتا شفى ingum najitu akadi ni raya ngo najitu babu lam yusbuna al muharibuna tamatu bishan ino babamne orma murtaddotate qarab rasul lolo te sunangadu manit baba jo. حدثنا موسى بن اسماعيل وابن ايوب عن ابي قلابه انس رضي الله عنه قال قدم رات من كل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفه فايتوا المدينه فقالوا يا رسول الله أبخنا رسلا أنا نوبر بادي جني رسولا لرسول الله فأتوا فشربوا من البان وأبوا يتاسوا وسمنوا وقتلوا الراعي وساقوا الزود فأتى النبي صلى الله عليه وسلم السريق فبأست له فيها جرمتشيسا النبي يدفه دوبا برباد إسام فان إرججتو فما ترجلن بيا والمفود من جان أوتي بهم أنك جران دفون قدمت فأمر بسماميرا رسولنا جج بمساميرا مسمارا نججي فأهميت ندي ما يفهمتجن فكهلهم بيا مسمار رسولي نسان غوغبي يا رسولي وقطع ايديهم وارجلهم اساني نمي چكس غدي اركساني دي ميلا راچره وما حسمهم واساني شفي ينجللا ثم ألقوا في الرتين إيجنا دچي لها غراچا خيس ترى منجچو فما سقوا حتى ماتوا قال بغل سرقوا وقتلوا وهربوا الله ورسوله. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين مسمار له رسول جور ربي رسول الله رسول. حدثنا ابو بن سيدنا بن عمات ايوب نبي قلابة نسمع مالك ان نرات من اكل او قال ارينه ولا اعلم الا قال من اكل قدموا المدينه فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلكاهن وامروا من يخرجوا فيشربوا من ابوالها والبانيا فشربوا حتى اذا برئوا قتلوا الرائي واستاقوا النام فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطوه فبعثت له في اسرهم فلما ارتفع النار حتى جاء بهم فامر بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم فالقوا بالارض يستسقون فلا يسقون قالوا بغلت هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وهربوا الله ورسوله. باب فضل من ترك الفواحش قال ما لما بديل كسه النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ذل الله يوم القيامة في ذل يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففادتينا ورجل قلبه مولكم في المسجد ورجلان تابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. حدثنا محمد بن كثير حدثنا عمر بن علي وحدثني خليفة عمر بن علي حدثنا ابو بن سالم بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين يديه تقبلت له بالجنة. باب اسم الزنات وقوله تعالى ولا يزنون ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. حدثنا داود بن شبيب حدثنا مولى قد اخبرنا انس قال احدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويزار الرجال ويشرب الخمر ويزار الزنا ويقل الرجال ويكسر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. سنة أخبرنا إسحاق بن موسى أخبرنا فديل بن غزوان عن كلمة بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. قال كلمة قلت لابن عباس كيف ينزل الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرج فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. رسول الله كسي ولله كان جاكسل ولنا قال الرابعة كسيت ديبه جاني مانع. حدثنا عبد الله شعبة إلى مشى أن زكوان النبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يزني ثاني يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. توبان معروضة على فاعلها بعد ذلك. إسر في دم ترى ينجبودا توبة جانين جتو. حدثنا عمرو بن علي حدثنا اسلام قال حدثني منصور وسليمان النبي وعلي النبي عيسى بن عبد الله رضي الله عنه. أكن يجمع معنا سيمالي توبان بنا رجع تولان سي. namichi maasiyaada dalage hin kafarreedha tawbaan banaadha aya
قلت يا رسول الله يزن بآدم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك قال يا وحدثنا قال يا نكجي وحدثنا بالسند السابق ولا سند مدبر النوفا سيجي سفيان حدثني واصل النبي قال تكتشيسا سفيان مالجي واصل الناس يجي أبي وائل عبد الله قالجني قلت يا رسول الله إن جي قابل ميمتي واصلتا حاتم منصوري سليمان تاتي قال أمر فذكرته عبد الرحمن أمري كجي فذكرت حديث عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي وكان حدثنا سفيان عبد الرحمن كوني سفيان الرادر النواس يجي ومنصور وواصل نبي ماشي بس نبي ميسرة قال عبد الرحمن كجي داو ليس دي زخنا نانجي قال عبد الرحمن قتن باب رجم المحسنين قال ما بدي سجاني بيها شريخ سلالا الإسناد الذي ليس ذكره بميسرة بين أبي وائل وبين عبد الله بن مسعود نما جدو سنة من تاني جرى جتشوف ديس جنجتشو باب رجم المحسنين شريخ سكتة رجمي نما قرتي فوده وقال الحسن أجيسو نما فوده جتشو وقال الحسن من زنا بأختي فحدوا حد الزاني أكجي نسل البسرين نمني وبليتي سا زنا قولي حدو سا حدو من مزنا دلقوتي يجلالا يو فوده أجيسو يوم فودينو نبدا وجتشو حدثنا آدم بن شعبة بن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدثنا لي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله نجيس جنجو يا جمعة جسالي جبر حدثني إسحاق بن خالد الشيباني سألت عبد الله بن بوفا الرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري عن بيخو جيجي دبا حدثنا مامنو قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أوصينا باب لا يرجم المجنون والمجنون مراتا بمرات ينجي فمبابجو وقال لي للمرء أما علمت أن القمر رفع عن المجنون أتاه فيك وعن سبي أتى يدرك وعن النام أتى يستيقظ كرينة ليس نكين من شاب النبي صلى الله عليه وسلم سيد مسيب نبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فعرة وتردد لي 4 مرات فلما شهد على نفسي 4 شهادات انتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهذا أنت قال نعم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما در صلاة وقم دخل ليسته عربا ليس جي فأدركناه بالحرة أجل كمنا كسي يجي باب للآخر الحجر نمزنا دلقي خونجي سوتي بابجو حدثنا أبو الوليد بن الليث بن شهاب بن عروة عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد وابن زماتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الولد للفراش واتجي منه يا سودة زاد لنا قتيبة قال البخاري يجغدا زاد لنا قتيبة من الليث وللآخر الحجر حدثنا آدم بن شعبة حدثنا محمد زياد قال سمعت أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد للفراش وللآخر الحجر باب الرجم في البلاط در صلاة إسبالتي رت نما جيسو نجراي دوخا دچين كونne وتاني خيسان كيني بلاطا يچون دچي لخا غرا چفمته إسبالتي رجچو حدثنا محمد عثمان بن كرامات حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان حدثني عبد الله بن دينار رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدث جميعا إسال لجو بدي خندلغن فقال لهم ما تجدون في قرآن خيسا مال قرتني جنين إن أبارنا أحدثوا تحميم الوجه علماء نياتو فولا قبين صافي والتجبيه ودو ولي غرغل جني الريخ ورسدي غند خيسا وفو أركا قويا خيسا في ديجن قال عبد الله بن سلام ادعوهم يا رسول الله يا مجي توراة عبدني أوتي بها فوتاتهم يدعو على آيات الرجم وجعل يقرأ ما قبله وما فات فقال ابن سلام ارفع يدك فإذا رجمت هذا يدي فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرجما عند البلاط إسبالتي بر رجمجي رأيت اليهودية أجناء عليها در مر رجتو يهودي كانت الرجت يسون أركي يارتي ساسنا جوج دوادي ملالا باب الرجم بالمصلى در صلاة النمي Apartan kadu berarti hari itu lebih udah. وكم مرة دلنا قبل أنت توا
باب الرجم بالمصلى. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق بن عمرو بن سوري نبي سلمة جابر ان رجلا من سلمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم تشهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون؟ قال لا. قال حسنت قال نعم. فامر به فرجم بالمصلى فلما ذلك الهجرة فر فادرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس بن جريج الزهري فصلى عليه. سئل عبد الله القول فصلى عليه يسيء ام لا؟ قال رواه معمر. قيل له هل رواه خير معمر؟ قال لا. باب من اصاب ذنبا دون الحد. نمدلي دلقي أدي لسو أدي ودون تين. فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه. فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة. إيجا توبة يجو إذا جاء مستفتيا. أقول غافل فيه. قال أتاه ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير ولم يعاقب الذي جاء ما في رمضان. نبي رمضان كيس بديد لقيلا لإنكتانه. ولم يعاقب عمر صاحب الزبي. عمريز صاحب غوغوفتو دا غوغوفتو اللولته سنكتانه جن أسواجي أركاكبوتي غوغوفتو اللولته كالتين ياتي إنكتانه. وفي نبي عثمان النبي مسعود وفي باب جلفادا. حدثنا قتيبة بن الليث بن شهاب بن حميد بن دربان النبي رضي الله عنه رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطم 60 مسكينا. وقال ليس أن بن حارث بن عبد الرحمن بن القاسم أم محمد بن جعفر بن الزبير أن عباد بن عبد الله بن الزبير ناشط أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال اهترقت. قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال وتصدق. قال ما يمشي شيء فجلس وأعطاه إنسان يسوق مارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين المهترق؟ قال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على وجه مني ما لأهلي طعام. قال فقولوا. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك. حديث درار بيانجي هو قوله قدا أديني سنانكون ورخي نياتشي سخجو. باب إذا قر بالهد. نمي تقول بديا كرري لم يبين دوبة تكنات جين. هل للإمام أن يستر عليه؟ إمام أبسطروا نجرائيلا. حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثني عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا محمد بن وهب حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول إني أصبت هدا فأقم قال ولم يسأله عنه. قال وأدرك الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول إني أصبت هدا فأقم في كتاب الله. قال ليس قد صليت معنا. قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك. قال حدك. باب هل يقوم الإمام نما قررت كل إمام نجا لمست أو خمست أتويتين سخجيلا تكاو كنتوتين سخجيلا نجاني لا. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وابن جرير الزنابي قال سمعت علي بن حكيم عن بن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى معيذ بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو خمست أو نذرت. قال لا يا رسول الله. قال أنكتا وجبرب تيجي لا يكنا رسولي لله ستر لا درب باسي وجرب تيجي. قال نعم. أشخط قال تقول نامي بودا مدي تيجي. فإن ذلك أقولني نعم جو رسولي دي ما جيس أجين جيجو. باب سؤال الإمام المقر حسنت فوتيو جي غافتشو. حدثنا سيد بن فيرين قال حدثني الليث بن عبد الرحمن مقاتل بن شهاب عن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت يريد نفسه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشقاء وجهه الذي اراد قبله. لقى بولسا راكنا اما خرم بولسا جرو غرغ لجيجوا. قال يا رسول الله اني زنيت فاراد فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه الذي اراد فلما شهد على نفسه 4 شهادات انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون. قال لا يا رسول الله. قال احسنت. قال نعم يا رسول الله. قال اذا ابو بي فرجموا. قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابر قال فكنت في من رجب فرجمنا بالمصلى فلما ادركت الجنة جمز حتى ادركناه بالحرة. جنان قادر عرابك جلد قبلت فرجمناه بعد الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله بن قال حفظناه من في الزوري. قال اخبرني بيت الله انه كان جو افان زوري رافضنا جو سفياني. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان افقه منه فقال اكتب لنا بكتاب الله واذل لي.
قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم ثم سألت رجالا من العلم فأخبروني أن على ابني الجلد مئتي وتغريب عامي وعلى امرأتي الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التي نفسي بيدي لأقضين النبي أنكم بكتاب الله جل ذكره المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئتي وتغريب عامي واخذها ونسر على امرأتي هذا ابني ترف الجمعة فخدع عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن لا ابني الرجم فقال لم يقل الرجل في كلامي قربان كلام ساخيست فأخبروني نافو ديسن الجنة أن لا ابن الرجمان جيني فقال أقول سفيان كججن أشك فيها أنيسني شك ججن إسيتنا خيست من زهري الرا فربما قلتها أي في سماء هذه الكلمة من الزهري جيتو زهري الرا دقوخ ينين شكادا تكي نينجا وربما سكتو تكي في الرأي ليسا ججن سفيان. حدثنا علي بن عبد الله بن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيدلوا بترك فريدة انزلها الله على وان الرجم يكون على من زنى وقد احسن اذا قامت البيت او كان الحبل او الاعتراف. قال سفيان كذا افزت كذا اي اعتراف كنو كانت تنفذ يجن على وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على خجوم ما سمريبر دغا رسول رجم يجن ورجمنا بعده نتي سابود رجمنا يجن باب رجم الهبلة انت لو غراك عبد رجمو من الزنا إذا أحسنت أبو تيرم تتاتي. حدثنا عبد الله بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن سالم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين ورمتكم كراسي سيجي منهم عبد الرحمن بن عوف أدير ولا تكمتين بروك العناصر بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في فضل الصوم حدثنا عمران بن موسى القزار ودنا عبد الوارث بن سعيد ودنا علي بن زيد بن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم يقول كل سنه بعشر امثال الى 700 ضعف والصوم لي وانا اجزي به والصوم جنة من النار ولا خلوف فم السامية وعند الله من المسد وان جهل على احدكم جاهل ولا على صومنا كبون فليقل إني صائم أكنا جوني وفي باب عن معاذ بن جبل وسالم بن سعد وكعب بن عجرة وسلام بن قيصر وبشر بن خصاصية واسم بشير الزحم بن معبد والخصاصية هي أمه قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم بن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة إلا بابا يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله فلم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ردنا قتيبة بن عبد العزيز بن محمد بن سهيل بن أبي سالم النبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فراتان فراحة حين يفطر وفراحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في صوم الدار. حدثنا محمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن ابي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدار قال لا صام ولا افطر او لم يصم ولم يفطر. بن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حسين وابي موسى قال ابو اسحاق حديث ابي قتادة حديث حسن وقد قال قوم من العلم صيام الدار واجاز قوم اخرون وقالوا انما يكون صيام الدار اذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الاضحى وايام التشريق فمن افطر هذه الايام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قسام الدار كله. وقد روي عن مالك بن انس وهو قول الشافعي وقال احمد بن اسحاق من هذا وقال لا يجب ان يفطر اياما غير هذه الخمسة الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الاضحى وايام التشريق باب ما جاء في سرد الصوم. صوم ولد ابو خيسوان في حدثنا قتيبة حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن شيخ قال سالت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم حتى نقول قسام ويفطر حتى نقول قد افطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا الا رمضان وفي الباب عن انس وابن عباس قال ابو حديث عائشة حديث صحيح. حدثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن جعفر عن معيد عن مالك انه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى انه لا يريد ان يفطر منه ويفطر حتى نرى انه لا يريد ان يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا ليته مصليا ولا نائما الا ليته نائما. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ان ندنا وكنا عن مساعد وسفيان عن ابي بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل
الصيام أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوم ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى واسمه الصائب بن فروخ. قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوم وتفطر يوم ويقال هذا هو أشد الصيام باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب بن عزيز بن زرين حدثنا معمر بن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم النار بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا. وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف حدثنا قتيبة بن عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر. قال في الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح ولا عمل عليه عند أهل العلم. قال وعمر بن يحيى وهو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة رواه له سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. باب ما جاء في كراهة الصوم في أيام التشريق. حدثنا وكيع موسى بن علي نبي عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النار أو أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. قال في الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر وابن بيشة وبشير بن سحيم وعبد الله بن خزافة وأنس تقوى وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة. يا رفاتي يا أخواني كسي سنة خبا يا سيد رفاتي وكعب بن مالك وعائشة وابن الله عاصي وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح ولا عمل على هذا عند لم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ولم يصم في العشر. خرنا كيف تقعد صومين ويا سدين أيام تيجي تصوم هذا. قال أبو عيسى وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن الرباح وأهل مصر يقولون موسى بن علي أولي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل سخر اسم أبي. يعني حلال قلوب جنا ما مكان باقيات تسخير قوله أولي خجي علي مكان باقيات حلال قلوب جنا. باب ما جاء في كراهية الحجامة للإسلام دنا ودين رافع النيسابوري ومحمد بن خيران وابن موسى قال ودنا عبد الرزاق معمر يا ابن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارذ عن إسحاق بن يزيد الرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عيسى والباني وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد. قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أسوء شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله انه قال اسوء شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس لان ابن ابي كثير روى عن ابي كلابه الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن اوس. وقد قال قوم من العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لحجامه للصائم حتى ان بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم بالليل منهم ابو موسى الاشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك. قال ابو عيسى سمعت اسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من اهتجم وهو صائم فعليه القضاء. أكن جاني بيسا. قال اسحاق بن منصور وكذا قال احمد واسحاق ودنا الزعفراني قال وقال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والماجوم ولا اعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقع رجل هجامه وصنم تكو خوبا ايغتي وهو صائم على صومنا كبون كان احب الي يرى نبي رجال تماجيجن ولو تجم صائم يو خوبته على صومنا كبون يفطره نفرج يا دجنا. قال ابو اسحاق كذا كان قول الشافعي ببغداد واما بمصر فمال الى الرخصه كما رخصه جلت جنني ولم ير بالإجامة للصائم باسا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. أكن جا انت رسيدو خانم وداع نرسيغا باب ما جاء من كنا في دين نور رخصة خوبا خيس دفتها. حدثنا بشير بن هلال البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا ايوب عن كلمة بن عباس قال اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. ابو سعد حديث صحيح هكذا روى وهيب الناوي رواية عبد الوارث وروى اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن كلمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثنا ابو موسى حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري النبي بن شهيد عن ميمون بن ميران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم وهو صائم. قال ابو اسحاق حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا احمد بن مني حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد
عمي قسيم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. قال أبو إسحاق وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس قال أبو إسحاق حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من هذا الحديث ولم يروا بالإجامة للصائم بأسا. وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. ولما التنسيسة جادم يدنا بشر من فضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست قاعدكم إن ربي يطعمني ويسقيني. قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشر من الخصاصية. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل هذا عند أهل العلم. وكرهوا الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. حدثنا قتيبة بن ليس عن شعب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شعب قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل فيصوم. فقال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح ولا عمل على هذا عند أكثر أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنوبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح. ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. يا من أقول يا من دقوا. حدثنا زاد بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصلي. يعني الدعاء. حدثنا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن رجل النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبو عيسى وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. باب ما جاء في كراهة صوم المرأة إلا بإذن زوجها. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن رجل النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من خير شهر رمضان إلا بإذنه. قال في الباب عن ابن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. حدثنا قتيبة بن أبي عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روى يا ابن سعيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باب ما جاء في بدل الصائم إذا أكل عنده. علي بن حجر أخبرنا شريك عن النبي بن زيد عن الليل عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن النبي بن زيد عن الليل عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن النبي بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع. وقال أبو إسحاق حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث شريك حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا. قال أبو عيسى أم عمارة هي جدة أبي بن زيد الأنصاري باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. حدثنا علي بن نجد أخبرنا علي بن مسلم عن عبيدة عن إبراهيم عن الناس وعن عائشة قالت كنا نهيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى حديث حسن. وقد روي عن معاذ عن عائشة أيضا ولم على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا إن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى وبيت المعتب الضبي الكوفي كنا أبا عبد الكريم. باب ما جاء في كراهة المبالغة الاستنشاق للصائمين. الحكيم البغدادي الوراق وابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا يا ابن سليمان بن اسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيت بن سبيرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. وقد قال أهل العلم الصعود للصائم ورأوا أن ذلك يفتره وفي الباب ما يقوي قولهم. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم